السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة طالعه لكم بوصفة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفكم اي حاجة خالص. هي طريقة عمل الجمبري. زي ما انتوا شايفين، بصوا شكله كان جميل جدا وطعمه كان جميل برضو. وطريقته سهلة جدا ومش هتكلفكم وقت خالص ولا تكليف. طبعا هتجيبي الجمبري وتقشريه وتنضفيه كويس. طبعا انا بعد ما قشرته ونضفته كده حطيت عليه ملح وكمون. فضلت اقلب فيهم شوية. بعد كده هبدأ انزل عليه معلقة دقيق. زي ما انتوا شايفين، بعد ما نزلت عليه معلقة الدقيق هفضل اقلب فيهم. زي ما انتوا شايفين هفضل اقلب. هنبدأ بعد ما قلبنا الدقيق هنبدأ نجيب بيضة ونحط عليها توابل: كمون وفلفل اسود وملح. جبنا البيضة وهنحط عليها الكمون، فلفل اسود، والملح. وهنبدأ نقلب البيضة بالتوابل. زي ما انتوا شايفين هبدأ اقلب البيضة. هنقلبها كويس جدا. طبعا انتوا لو عايزين الطبقة تخينة هتفضلوا تحطوا في البيض والفيجيتار، بيض وفيجيتار على حسب الطبقة اللي انتوا عايزينها. لكن لو خفيفة، بيض مرة واحدة، فيجيتار مرة واحدة، وتحطيها خلاص على القلي على طول. لكن انا عشان كنت عايزاها طبقة تخينة فضلت احطها في الدقيق بيض، دقيق بيض وكده، كده عشان الطبقة تكون تخينة معاكي. تمام. دلوقتي بصوا انتوا شايفين انا بحطها في الدقيق، بعد كده البيض، وارجع احطها في الدقيق تاني، وابدأ ان احنا نقليها. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم بعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين انا بعمل معاكم كام واحدة وكده، وهخلص الكمية اللي عندي وهنبدأ نقليها. ودي طريقة الجمبري، شايفين سهلة جدا وبسيطة، ما كلفتناش وقت ولا مجهود حتى، ولا مكونات كمان. زي ما انتوا شايفين هنبدأ في القلي. طبعا جبنا طاسة وكنا احنا مسخنين الزيت، وهنبدأ نحط فيها الجمبري. زي ما انتوا شايفين شايفين الزيت بيعمل ازاي، عشان احنا كنا مسخنيه قبل ما نحط الجمبري. زي ما انتوا شايفين هيستوى من تحت، واقلبه على الوش التاني ويستوى. زي ما انتوا شايفين اهو، هو استوى من تحت فاحنا هنقلبه عشان يستوى من الوش. زي ما انتوا شايفين اهو، هنفضل بقى نقلب فيهم كده لحد ما يستوي خالص. مش شايفين؟ بصوا اللون بتاعها. طبعا هنصفيها من الزيت ونحطها في الطبق. زي ما انتوا شايفين. طبعا بصوا احنا بقى بنحط كمية تاني كده لحد ما نخلص الكمية. هنا بعد ما خلصنا الكمية، ودي كانت طريقة الجمبري. طريقة النهاردة سهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو كده زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي طريقة اكل عايزين تعملوها اكتبوا لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله هنعملها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.